بغيت نفهم واش غادي ناكلو ونهضروا ولا شنو غنديروا. بغيت نفهم زعما سويت. بغيت نعاود لكم شنو طرا لي البارح كنت معروضه لواحد اللقاء صحفي واحد القناه مغربيه كبيره. عيطات لواحد السيده من القناه اللي كنعرفها وكانت كتعيط لي بليزيور فوا في برامج. دونك بيان سور اكيد غادي نلبي الدعوه. قالت لي بغيناك تدوزي معنا في واحد البرنامج ديال واحد الصحفي. هذاك الصحفي مره كنتصادف مع لي زيكستري ديالو مع الضيوف اللي كيجيب. كيدير البرنامج ديالو حواري نورمال. ما مولفش نهائيا كيستفز الضيف، ما مولفش نهائيا كيقلل من الشأن ديال الضيف، ما مولفش كيصغر من الضيف. بالعكس يعني كنعرف هذا النوع ديال البرامج اللي تيكونوا مثلا في مصر ولا اللي كيجيبوا الضيف وتيحاولوا يستفزوه وداكشي تيكون هو على علم بالكونسيبت ديال البرنامج كيداير. هذا كونسيبت برنامج حواري راكم كتشوفوه مره كيقدروا يطلع لكم ولا تكونوا كتتبعوا هذا البرنامج. كيجيب الضيف تيكبر به تيهضر معاه باسلوب راقي وزوين. معايا انا كانت معامله مختلفه ملي دخلت للقناه. جا لعندي البلاصه ديال اللوج ديال المكياج ويقول لي عندك التربينه بحال هكا. انا ما كنعرفش السيد زعما ما ضحك معايا ضحك هذا صافي. انا ضحكت معاه قلت له لا حاجه علاش نضربك. من موراها قال السيد اللي كيصاوب ليا الشعر والمكياج تعطلتي في سحر بزاف، مع العلم ان الفنانه الاخرى اللي كانت هذيك المره ما تعطلتيش فيها. هذا تحيز. وانا نقول له لا ربما الا كانت الفنانه الاخرى شعرها قصير ولا المهم كل وحده. لا هو يقول لا هذا تحيز. انا لحد الساعه انا كنعتبر هذا الشيء غير ضحك وغير طريقه كلام. دخلنا للبلاطو دو تورناج. باش غادي يبدا يعني التقديم ديالو ليا. غادي يقول بان سحر الصديقي تتلون في الادوار. نقدروا نعيطوا عليها بانها حرباء ديال التمثيل، ولكن حرباء حتى في الواقع، بحيث ان خطواتها كلهم محسوبين مدروسين. دازت من الغناء الغربي نقزات التمثيل. من التمثيل كانت تجوجات مع مخرج، اذا هي عارفه شنو كدير وعارفه. انا كنقول مي الي سيريو. بون انا دافعت على راسي قلت له شنو نظريه المؤامره اللي عليا. بالعكس انا انسانه ما تنحسبش كاع خطواتي. انا انسانه بنت باب الله، وهذا الشيء هذا مكتاب ليا، مكتاب انني نعيش بانني ندوز من ستوديو دوزان، بانني ندوز من دو فويس، بانني ندير التمثيل كذلك. وعاودت له كنعاودو داكشي كنحس باللؤم فيه، كنحس بانه بغى ما حملنيش بالعربيه العربيه ما حملنيش. انت جايب الضيف ما حملوش. المهم انا نعاود لكم ما تبقى من داكشي الاخر اللي قال لي انت كتشجعي على التشتت الاسري وكتشجعي على الطلاق، وانت كتقولي بان جاب لي واحد اللقطه ديال شي حاجه كنقول فيها انا بعيد على تقديس الرجل. قلت له انا ما كنشجع لا على تشتت اسري ولا على طلاق. انا بالعكس انا كنشجع المراه ان تبغي راسها وما تاديش راسها وما تبقاش في شي علاقه. كنجاوب بنيتي ما تبقاش في شي علاقه اللي كضرها. اكيد انايا مع يعني الاستمراريه، انا ضد الطلاق بالعكس. ويقول لي انت بغيتي تولي رضوى الشربيني ديال المغرب ولا زعما شنو هذا الشيء اللي كديري؟ غير هي ما كرهناش حتى حنا يوليو عندنا بحال رضوى الشربيني. قلت له ممكن يكونوا افكاري بحال رضوى الشربيني. قال لي ومن الغناء التمثيل ما غدوزي حتى للتقديم. قلت له ربما ما تنعرفش انا المستقبل شنو فيه. قال لي وقيلا لا التقديم فيه الفلوس اكثر من التمثيل، يجي جلسي وقيلا في بلاصتي. قلت له عندك نطير لك بلاصتك اللي جلست فيها. انا هنا بديت كنحس بان استفزاز مستمر، التعامل ماشي نهائيا بحال التعامل ديال لي زيكستري اللي شفت مع الضيوف الاخرى. اصلا باش نكمل الجواب ديالي على اي سؤال بتعب، وكنحاول نزرب بسرعه لان كيقطع، وبغى يخلق لي خلاف صحه مع ممثلين. تيجبد لي صوره ديال الممثل وتيقول لي شنو بان لك فهاد، كنقول له ممثل كبير مخضرم، واش عندك علاقه صداقه مع هاد الممثله هذه؟ كنقول لي لا زميله ديالي، ولكن ما تحتش لنا لوكازيو اننا كيفاش ما عندكش علاقه صداقه؟ اذا كاين خلاف بيناتكم. بغى يخلق لي خلافات ما كايناش. اذا كاين خلاف وكيدور الكاميرا، مع العلم ان كاين ناس تكون عندهم خلافات وكيبانوا لكم يعني كيجسدوا ادوار مع بعضياتهم وما كتحسوا بوالو، ولكن راه كتكون خلافات وكيكون شنو انتيا كيفاش كيجيك الدومين الفني انتي كدايره فيه. قلت له انا انسانه زوينه، عيبي بعيد، ما كنجرح حتى شي واحد. شنو بغيتي تقولي زعما داكشي حياه ورديه عندكم؟
قلت له لا انا ما كنهضر على راسي، انا اكيد ناس اخرين يقدر يكون فيهم السم والحسد وهذاك الشيء. واحد الوقيته جبد ليا ليكستري ديالي مع مراد العشابي في الكاميرا كاشي، فاش كان استفزني وكنت درت واحد لا رياكسيون قويه مع في الكاميرا كاشي ديالو. معاك صافي واش انت مريض ولا مالك الزبل كي داير؟ وقال لي هذا عنف، وانا نقول له لا خاصك تعرف بان الكونسيبت ديال البرنامج ديال مراد العشابي انه كيستفز الضيف بزاف، دي فوا كيقطعوا مقاطع ديالو هو ما كيبانش داك النوعيه ديال الاستفزاز اللي كيدير باش يبين غير لا رياكسيون ديالك. هادشي اللي كان ويقول ويدور الكاميرا ويقول لهم مع العلم ان العنف هي سمه الضعفاء. عليا انا زعما انتيا درتي العنف اذا انت انسانه. قلت له لا بلاتي انا ماشي انسانه ضعيفه، انا انسانه طيبه جدا، ولكن اللي كيتمادى الحدود ديالو معايا كنوقفوا عند حدو. ولكن كنقول في راسي سيكوا هذا البرنامج هذا، علاش نتايا يعني مصر انك تقلل من الشأن ديالي وتشكك في الصوره ديالي وتطيح ليا من الكرامه ديالي؟ علاش هذا الانسان هذا مصر؟ مع العلم ان البرنامج ديالو الحواري ماشي هو هذا لو كونسيبت ديالو. لو كونسيبت ديالو هو ان برنامج نقاش، كيجيب الضيف تيقول له تألقتي في هذا الدور، تكلم لينا عليه، عاود لينا على التجربه ديالك كي كانت الكواليس. برنامج نقاش عادي. انا جابني حتى لعندي انا وبغى يستفزني بهذيك الطريقه وبهذيك الصوره. ملي كانوا كيوقعوا ديكات كان قال لي دار عندك كيكوي ويبخ، دار عندي زعما قبل ما هادشي اوغ كاميرا. قال لي راه كنت جالس مع واحد الفنان ملحن سوري كبير كيتفرج فيك في لو رول ديالك اللي درتي ديال حليمه في الاولى، ودار عندي قال لي هذه انسانه متمكنه، هذه استاذه. وانا نقول له عندك ما تقولش هادشي على الهواء. بدات الكاميرا هو يقول طلبت مني سحار نقول ونشكرها ونقول بان واحد صاحبي، وانا نقول صافي تما باش حبست. قلت لهم صافي 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 صافي. هنا عرفت بان انسان لئيم جايبني حتى لعنده باش يمارس عليا العنف اللفظي باش يطيح ليا من الكرامه ديالي. وهنا هادشي هذا ما يمكنش نهائيا نتقبله. اكيد يعني شكون انت؟ من انتم؟ شكون انت اللي غادي تسمح لراسك انك تعيط ليا في رمضان وانا صايمه ومخليه حياتي ومخليه شغلي مخليه بنتي مخليه الالتزامات ديالي وجايه حتى لعندكم، يعني ما مخلصه ما والو، جايه لعندك باش كنلبي الطلب وانتيا تو بيرمي باش تحاول تسيء ليا بهذيك الطريقه اللئيمه، باش تحاول انك تغابسني وتطيح لي من الكرامه ديالي. هذا الشيء هذا لا يقبل. نط قلت لهم هذه الحلقه هذه ما غدوش. الانسان هذا ماشي مهني، هو ضرب الطم. انسان نورمالمون اللي ما فكرش العجينه غادي يجي لعندك غادي يقول لك علاش كيس باس سحار شنو وقع، ياك ما قلت شي حاجه بدون قصد، ياك ما سيد ضرب الطم عارف راسو اش داير. قلت لهم هذا الانسان هذا غير مهني وداكشي هو ضرب الطم. عاد جابوه ليا من بعد كيقول لي لا انا ما قصدتش وانا انتيا غير كيتسحب لك. وانا قلت له واش انت محرش؟ واش انت حيت هو في الاول قال لي انا صديق فلان، واحد الانسان اللي المهم ما عندوش معايا هذاك شي شخص بعيد ما عندوش معايا، قال لي انا صديقه. قلت له واش انت محرش؟ واش انت جاي زعما عندك شي فكره عليا وباغي واش كيتسحب لك؟ وبدا تيقول لي ممكن الا خاني التعبير في هذه، ممكن الا خاني التعبير، ولكن انا كنهضر اون جينيرال ماشي. وخانوا التعبير من الاول حتى الاخر. هادشي لا يقبل. هادشي كونتر مهنه الصحافه. مهنه الصحافه مهنه شريفه، مهنه ملي كتجيب فيها شي شخص وكدير معاه لقاء صحفي كتكون انت محايد، ما كتكونش مشحون ضده، ما كتكونش متحامل. علاش؟ وانا انسانه اصلا، انا انسانه طيبه ما كنشكرش في راسي، ولكن الناس كاملين كيقولوا عليا نفس الشيء. ما كاينش واحد تيقول عليا شي حاجه خايبه في الدومين ارتستيك، لان انا انسانه جميله وطيبه وراقيه وكنتعامل باسلوب راقي ما كنجرحش الناس وكنتعاون مع الناس. كل شيء كيقولها فيا. علاش انت غادي تجي وتعاملني بهذا الاسلوب اللي ما كيمت بالصحافه حتى شي صيله؟ الصحافه احنا عارفين بان خاص الانسان
الصحافة خاص الصحفي يكون فيها نزيه، يكون فيها محايد، يحترم الضيف اللي جا لعنده واللي خلى شغالاته جات لعنده، ما يكون عنده لا انتماء ولا حزب ولا لون ولا جنس ولا جنسية ولا حتى شي حاجة. خاصو يكون محايد وتيخلقوا حوار مع الضيف وتيخليه يكمل الجواب ديالو وتيستمع ليه وما كيتهموش، الا كان الكونسيبت ديال البرنامج داير بحال هكا وانت على علم بذلك وجاي عارف الكونسيبت كيفاش داير وقابل على راسك هذاك الشيء. اما نتايا جاي على اساس حوار ونورمال، حيت ديجا شفتي الحوارات ديال نفس البرنامج دايرهم مع ناس كيحترمهم وتيكبر بهم وما ما كيتجرأش انه يتهمهم في الكرامه ديالهم ويطلق عليهم احكام قيمه بهذه الطريقه. انا هنايا جودي ستوب وغادي نراسل اكيد الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري، لان الحوار كان خرج على الاخلاقيات ديالو. انا يعني جو سوي تيلمون شوكي كو درت لا ستوري وهضرت معكم على سكي سي باسي. بالعكس القناه كانت اعتذرت مني بزاف لانها ما عندها حتى شي علاقه مع هادشي. الاعداد هذاك الصحفي بوحديته اللي كيتحمل مسؤوليته واللي هو اللي كيقوم به، وهما ما عرفوش لماذا تصرف معايا بهذيك التصرف واعتذروا مني ونفذوا الطلب ديالي ان هذاك الشيء ما غيدوش. ولكن هاد الصحفي هذا ما يمكنش اننا يعني نسمحوا ليه يستهين هكا بالضيف ديالو، يعذبوا ويجيبوا ويسخسخوا ويحاول يسيء ليه في وسط البرنامج. هادشي لا يعقل.